قبل ما اقول لك التمرين قبل ولا بعد الفطار، فتعالى كده احكي لك قصه صغيره. في حاله انك صايم ومش بتاكل لمده 16 ساعه، بيحصل لجسمك كالاتي: في اول 4 ساعات تقريبا بيقل السكر في الدم وبيقل افراز الانسولين، وبعد 12 ساعه تقريبا بيكون اي اكل جوه جسمك اتهضم وبيحصل ريكفري لكل وظائف الجسم، والبكتيريا النافعه تزيد في الجسم. هنا بقى نسبه الجي اتش بتعلى جدا في الجسم، ومعنى كده ان الانسولين نسبته بتقل جدا. وبعد 14 ساعه بيبدا الجسم يخش في مرحله ابوبتوزيس، يعني الجسم بيتخلص من الخلايا التالفه ويغيرها بخلايا جديده. هنا بقى يجي دور حرق الدهون، والجسم يبدا يستخدم مخازن الدهون كمراكز طاقه، وكمان ده هيساعدك على التخلص من مقاومه الانسولين. ومن القصه دي بقى نفهم حاجتين: اولا انك انت مش هيكون عندك الطاقه الكافيه انك تلعب تمرين شدته عاليه او شيل اوزان، فمن حيث شيل اوزان او تمرين شدته عاليه، من الافضل انك تتمرن بعد وجبه او وجبتين عشان تقدر تحقق اساليب الزياده العضليه. ثانيا لو حابب تخسر دهون، فمن الافضل انك تتمرن قبل الفطار مباشره عشان تستغل مخازن الدهون افضل استغلال، بس خلي بالك قبل الفطار مباشره عشان ما تعانيش من مشكله الجفاف. وبكده تكون خدت الاجابه الكامله على التمرين قبل ولا بعد الفطار، بس بعد ما خدتها ما تنساش تصلي على النبي. Crack Coach.